ده البحث بتاعي اللي طلب مني في مادة حضارة اسكندرية، بحث في كنائس اسكندرية التراثية والأثرية، بتكليفه تحت إشراف دكتور ماري مجدي، أستاذ بقسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة اسكندرية. أنا اشتغلت في البحث ده على 17 كنيسة، وقسمتهم الكنائس الأثرية اللي تاريخ تأسيسها أكتر من 100 سنة، وطبعا دول غير التلاتة الأساسيين في اسكندرية اللي هم أقدم 3 كنايس في اسكندرية، اللي هم المرقسية وسانت كاترين وسان سابا، لأن دول أصلا موجودين في المنهج. أنا اشتغلت على كنايس غيرهم، والكنايس التراثية هي اللي تاريخ تأسيسها أقل من 100 سنة. بس أنا لاحظت وأنا بشتغل في البحث إن كل الكنايس الأثرية كنايس أجنبية، وكل الكنايس التراثية اللي تحت 100 سنة كنايس مصرية. عشان كده معلش زي ما عملت مع زمايلي أثناء البرزنتيشن، هطلب منكم في آخر شرح في الفيديو تجاوبولي في الكومنتات على السؤال ده: ليه الكنايس الأجنبية في اسكندرية هي اللي كنايس أثرية فوق 100 سنة، في حين أن الكنايس المصرية كلها أقل من 100 سنة؟ فيما عدا طبعا الكنيسة المرقسية. الكنيسة المرقسية دي قصة تانية خالص لوحدها، ممكن أبقى أعمل لها فيديو لوحده زي ما درستها. طيب احنا ككورس حضارة اسكندرية ليه نتكلم عن الكنايس؟ ايه علاقة الكنايس بالحضارة؟ من خلال البحث هنعرف ان الكنايس كان لها اسهامات حضارية كتيرة على مر العصور وحتى عصرنا الحالي، وكمان لها دور في تنمية المجتمع. يعني مثلا من ضمن الإسهامات الحضارية اللي ساهمت فيها الكنيسة هو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال الحفاظ على الفنون المصرية القديمة داخل الفن المعماري في الكنيسة. مثلا هنلاقي فن الموزايك، وده فن مصري قديم موجود من الأسرة الرابعة الدولة القديمة، وظهر جدا في العصر اليوناني الروماني، والكنيسة حافظت عليه لأن الكنيسة بقت تعمل الأيقونات، في أيقونات بتتعمل من موزايك. الجداريات، وطبعا دوت مأخوذ من المقابر المصرية القديمة، برضو الكنيسة ما زالت محافظة على الفن ده وبتعمل منه الأيقونات. فن الإزاز المعشق أو فن الإزاز الملون، وده فن مصري قديم برضو ازدهر جدا في العصر اليوناني الروماني، لأن المصريين كانوا شاطرين جدا في تصنيع الإزاز، مش بس تصنيعه، في بلاد كتير صنعت الإزاز، لكن المصريين كانوا متميزين جدا في تلوين الإزاز، وده لأن مصر فيها أفضل أنواع الرملة اللي بيتعمل منها الإزاز. وطبعا برضو الكنيسة حافظت على الفن دوت وعملت منه الأيقونات، وخاصة في الشبابيك لما بيكونش فيه مساحة كجدران، يعني ان هي يتعمل فيها ايقونات. كمان الكنيسة شاركت في الحياة الثقافية والأدبية وحركة التنوير من خلال المشاركة في الترجمة من اليونانية للقبطية اللي هي المصرية القديمة، وحافظت على اللغة المصرية القديمة من خلال الخط القبطي، وكمان شاركت في حركة التأريخ من خلال الكتب الكنسية زي مثلا الميامر والسنكسار. الكنيسة المصرية ساهمت في الفنون وتنمية المواهب، يعني هنلاقي في كتير من الكنائس المصرية فيها جواها مسارح. المسارح دي ممكن يتقدم عليها حفلات موسيقية بالترانيم، زي مثلا المسرح اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، فيه كورال وفي شباب بيعزفوا آلات. فالكنيسة بتساعد الشباب على تنمية طاقتهم الإبداعية. وممكن كمان يتقدم على مسرح الكنيسة مسرحيات تمثيلية، ويبقى فيها شباب بيمثل وفي شباب بيخرج وفي شباب بيعمل هندسة الإضاءة، كل أركان المسرح متكاملة. فهنلاقي ان في فنانين كتير خرجوا من مسرح الكنيسة، زي مثلا الموسيقار هاني شنودة، وزي الممثل فريد النقراشي، وزي مجموعة البنات اللي من صعيد مصر اللي حصلوا لمصر على جايزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان بفيلم رفعت عيني للسماء. وبمناسبة مسرح الكنيسة هعرض لكم جزء صغير من مسرحية، وبعديها هسألكم سؤالين بس من جوه المنهج.
كله أخدناه في الكلاس. Avni-u. الجين كوسن تبيتا في مشروع في ميناء الجول في الرامة أو يفهم بريد نهاز ليها تبوس الكامبس للناس يقول للناس انتنتيفات افكسيستي نستي ووط افكسيستي نستي تي وكارا تيجي ايه الميكوش شوم تسبوت اتيو شيء المسرو حابو نخرستوس. السؤالين بقى، السؤال الأول ايه اللغة اللي احنا سمعناها دي؟ السؤال التاني الشاب اللي بيمثل ده لابس فرعون. طيب هو بيمثل المسرحية عن حادثة حصلت في مصر. طيب ايه هي الحادثة دي؟ على فكرة احنا درسناها. الشاب ده لابس فرعون ليه؟ عشان اسهلها عليكم، هي الحادثة دي حصلت في العصر البطلمي. الكنيسة المصرية لها دور اجتماعي وتنموي، يعني بتساهم في تنمية المجتمع من خلال منشآت هي بتملكها، زي مثلا المدارس. ولو بنتكلم هنا عن في اسكندرية تحديدا، هنلاقي في مدارس كتيرة للراهبات، زي مثلا مدارس الفرانسيسكان والمارديجيو. المستشفيات، وهنلاقي في اسكندرية مستشفيات كتيرة مشهورة للكنايس، زي مثلا مستشفى ماري مرقس ومستشفى الأنبا تكلا، ودي مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى وبتستقبل الكل وبتعالج أي حد وكل حد. المستشفيات والمدارس بتعالج الكل وبتعلم الكل. دور لرعاية المسنين، ملاجئ لرعاية الأيتام، دور لسكن ورعاية طلاب المغتربين، دور حضانة، دور لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ملاعب للشباب لممارسة الرياضة. طبعا كل المؤسسات دي بتخدم المواطنين وبتشيل حمل كبير من على الدولة.